مقرونة الصلصة بالكروفيت من أبن وأروع الأطباق التونسية أو العالمية بصفة عامة. دونك حاجة بنينة رابيد فيسع ما تحضر، ما تاخذش منك 5 دقائق بالضبط، 5 دقائق تحضر. دونك إذا كان أنت تخدم ولا مزروبة ولا جيك حد هكا على غفلة، دونك تسلك روحك بالصحين مقرونة تجي بنينة ومشخشخة بالطماطم وبالكروفيت وصحة وبالشفاء. وتو نمشي ونشوفوا كيفاش حضرنا البلا الرابيد هذا. دونك باش نستحقوا اللفحات متاعنا، اللفحات اللي تتحط في المقرونه بصفه عامه، معناتها فلفل مهروش، فلفل احمر، زينه معناتها، ملح، كركم، شويه تابل، والثوم بطبيعة الحال حطيت لهنا نص راس ثوم، فلفل أكحل، عندي 400 جرام كروفيت حاضرة، ومغرفتين ونص طماطم معجونة. دونك حطيت لفحات الكل تغلي في الطنجرة متاعي. انا في العاده ما نقليش الصلصه، معناتها حاجه صحيه تكون خير، ما نقليهاش، خليها توا تغلي في راحتها. زدتها شويه ماء، صبيت لها بطبيعه الحال الزيت، نكثروا الزيت في الطماطم باش تجينا هكا من بعد ميدومه حاجه باهيه، ما تجيش شايحه ومطمطمه. دونك حطيت ال 400 جرام الكروفيت نتاعي حاضره مشريه، ما قشرتهاش، معناتها شريتهم هكاك حاضرين، زمن السرعه كما نعرفوا. دونك اسهل لي انا. اما راي المقرونه بالكروفيت اللي بالقشور ابن من المقشره ديجا، خاطر كي باش طيب القشور نتاعها، معناتها تقليها في الزيت وتحطها تجي تعطي بنا ان شاء الله. تو نعملوا فيديو مره الجايه سامحوني فيها القشور، الكروفيت بالقشور. دونك ميم با لهنا 10 دقائق ونطفي عليها الكروفيت، ما نخليهاش تغلي برشا. حطيت الثوم وحطيت الفلفل الاكحل في الاخر بالكل، معناتها باش تبقى الجو المطعم نتاعها بارزه. دونك نخليها دوبه ما تغلي شويه الكروفيت نتاعنا ونطفي عليها الغاز، ما نكثروش الغلوين سينو تيبسلنا. دونك بطبيعه الحال نحطوا شويه رند، الحاجات اللي تبنن المقرونه بالصلصه، الرند، الثوم بطبيعه الحال، والفلفل الاكحل. دونك في الاخر انا الفلفل نحطه معناتها في الصلصه، ما نقليشه وحده. نتفادى ديما نعمل زيت في الدار متاعي، خاطر تبقى ريحته بارزه برشا، لهنا في فنلندا بارده برشا، وما نحلوش برشا الديار، معناتها فما تهوي، اما مش كما في تونس نحلوا الباب ونحلوا الشبابك، دونك ما نشموش الزيوت وكل شيء. دونك حطيت القرون الفلفل متاعي ومازال فيه الفلفل الاكحل. دونك نكثر انا من الفلفل الاكحل بصراحه. دونك لهنا باش نصفي الكروفيت متاعي نخرجهم باش ما يبسوليش باش ما يكسحوش دونك لازمني نخرجهم باش نخلي الفلفل يغلي شويه، يطيب شويه. والصلصه زيدا ماذا بيا ديما نطيبها شويه باش الطماطم ما تجيش فيها مطعم القروسيه وما تجيش بنينه، معناتها تجي حامضه ياسر كيما نغليوهاش شويه. اما الكروفيت نسيبوا المطعم نتاعها، تسيب المطعم نتاعها في الصلصه ونخرجوا على روحها، ونخلوا اذا كان باش تحط بطاطا ولا باش تحط فلفل ولا اي حاجه تغلي على روحها. دونك غليت الماء باش نصمت المقرونه، نغليوه بالكدا. لهنا المقرونه كي تقعد بحذاها معناتها وتستناها من با 5 دقائق ولا تبدا تقضي في قضيتك في الكوجينه، ما تستحقش باش تصب الزيت والملح، راه معناتها ملح كذا كان تحب، اما بالنسبه للزيت سافا معناتها من غير ما تصب. دونك خليتها غليت بطبيعه الحال 10 دقائق 8 دقائق ما تفوتش باش ما تسيبش روحها المقرونه، ونصبها فوق الصلصه اللي طيبتها. صبوا الكونتيتي نتاعنا نتاع المقرونه، ما نكثروش من المقرونه، اعمل كونتيتي نتاع حسب العائله نتاعك باش ما تجيك الشايحه والا تجيك بيضه من بعد. دونك حسب قد الصوص قد المقرونه ماذا بيك تعملها. دونك نوطي الغاز على الاخر، عباره باش تجمر المقرونه، ونصب المقرونه نتاعي فوق الصلصه ونحركها بشوي خليها تشرب الصلصه نتاعها، الصوص ما تجيش زاده عباره جاريه. دونك تجيب بالضبط معناتها لاهي. دونك لهنا نحطها في طبق التقديم، جاوني زوز أصحنة من نفس التاي هذايا، من نفس الكبر هذايا. دونك فطور رابيد ما تكلفش مني برشا. بون لهنا الكروفيت راهي رخيصة معناتها مش كيما تونس. نحطوا لها رشة جبن هكا مرحي والا موتزاريلا كيما انتم تحبوا. دونك اشترك في القناة واعمل لايك وبسلامة.